ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ بحبكم في الله. ايامكم كلها يا رب معطره بذكر الرحمن. بصوا بقى، شويه محشي لزوم الدفع. بس بقى داخلين على موسم الشتاء، فلازم نعمل الاكلات ايه؟ الدافيه الحلوه اللي تدينا كده ايه؟ دفع. بصوا بقى، نخش على على الفيديو ونقول هنعمل ايه. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عندي بصله هقطعها صغيره، وهحط كوبايه لبن، وهحط كمان كوبايه زبادي وثلاث بيضات. كل ده في الخلاط. بصل في الخلاط، التتبيله دي انسي. هنضرب كل ده في الخلاط وارجع لكم تاني. عندي بقى هنا كوبايه دقيق، احط عليها معلقه نشا، ونحط التوابل بتاعتنا: ملح، فلفل اسمر، ماشي، 7 بهارات، بهارات فراخ وكزبره. بس هي دي التتبيله بتاعتي، لا توم باودر ولا بصل باودر. التتبيله بتاعت السبع بهارات فيها كل حاجه. هنزل بقى بالسوائل اللي انا عملتها دي، وهربها كويس جدا. احتاجت مني دقيق حوالي دقيقتين، ما احتاجتش يبقى حلوه كده. طبعا كل دقيق عارفينه بياخد السوائل المعينه بتاعته. اهو ببص كده، لقيته محتاج حطيت كمان معلقه، محتاج حطيت كمان معلقه. خد مني كوبايه ومعلقتين دقيق. تمام كده. حسب الكميه كمان بتاعه الصدور اللي انت هتحطيه. انا عندي هنا صدر كامل بتاع فرخه ونص الصدر. خلاص كده قطعتهم اهو. بصوا سمكها حلو، لا رفيعه قوي عشان ما تبقاش ناشفه، ولا تخينه قوي ما تستويش، فمعقول. على الفص بعمله 4 شرايح. وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلى على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا كده بقى ايه ده؟ الكلام ده كان قبلها بيوم. انت عايز تعملي التتبيله دي لازم قبلها بيوم، مفيش ممكن قبلها الصبح بدري. شوفوا بقى شويه الخضار دولت تحفه. انا ببدا اعمل الحاجات ديت قبلها بيوم، بوضبها قبلها بيوم. كوسه وبتنجان وفلفل، الخضار عامه، بس ما بفتحش الفلفل الا ساعه الحشو. بعمل بس الكوسه والبتنجان عشان ما تاخدش مني وقت. تمام كده اهو. عملتها كده ايه، جربتها كده ايه بالاول بالمقوره اللي هي المسننه دي اللي فيها سنون، وبعدين قورتها. عندي بقى هنا هسلق كمان الكرنب. حطيت ملح وكمون، وحطيت شويه خل عشان احافظ على الحله ما تسودش معايا. طبعا انا كنت برضو موضبه الكرنب، شايله العرق منه. تمام. وايه، يا دوبك على السلق. ما تسيبيش الميه بتاعت الكرنب فيها تغلي كتير، لان الكرنب لما بتسويه سوا جامد وبتحطيه على بعضه في المصفى بيكمل سوا من السخونيه، فهيتري منك. فانت تنزليه 3/4 سوا، عشان لما تحطيه في المصفى على ما تيجي تحشي يكون ايه، كمل سوا. اهو هسلق بقى كل الكرنب ده. طبعا اكيد الكرنب ده هيتبقى منه، بس مش مشكلة، هعينه في الفريزر الباقي. انا جبت الكب ديت اشتريتها يعني تقضي الغرض، لان بصراحة يعني باخد وقت في تقطيع البصل، وكمان عينيا بتتعبني. فانا قلت ديت ايه، تسهل عليا الامور شوية، وهي جايه لي هدية بجد بصراحة يعني. هنقطع بقى البصل كده حتت صغيرة وايه، واعمل بشرت معايا، عملت معايا البصل اهي. والله تحفة، ما كنتش متخيلة انها تعمل معايا كده. لا حلو، الحمد لله، الصابرين على خير. هنحط بقى التوابل بتاعتنا. حطينا بهارات 7 بهارات: كزبرة، ملح، كمون، فلفل، شطة، بابريكا مدخنة. بس هي دي التتبيلة بتاعتي. ونحط الملح. بصوا بقى، هعمل كل البصل ده هدعكه كويس جدا جدا في التوابل بتاعتي دي، عشان ايه، احس ان البصل ايه، شرب من التتبيلة بتاعتي. تمام كده. هسيبه بقى على جنب. وعندي الصلصة اهيت. طبعا لما بكون عندي طماطم بنقي الطيبة، هي دي اللي بعملها الاول. تمام كده. خدت بقى كمان ايه، 3 4 طماطمات كده وقرنين فلفل. هضربهم في الكبة برضو واحطهم صحاح كده ايه، يعني مش مهروسين على على التتبيل. وكمان هعمل الخضرة: شبت وبقدونس وكزبرة. حبة حلوين كده بحطهم ايه على التتبيل. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، لون التتبيلة حاجة تحفة. ده كيلو ونص رز، على قد ايه خضار؟ كيلو بتنجان وكيلو فلفل
ونص لا كيلو بتنجان وكيلو كوسه ونص فلفل والكرنبايه. كرنبايه مش كبيره يعني، لو اتبقى منها هنعينه في الفريزر، مش مفيش مشكله. ما تيجي تحشي بقى ما تمليش الكوسه ولا البتنجان للاخر او ولا الفلفل، تسيبي عقله، لان الرز لما هيزيد هيملأ الفراغ اللي باقي. تمام كده. هملى بقى كل الخضار ده وارجع لكم تاني. بصوا الجمال، لوحه فنيه، حاجه كده تحفه. هركنه بقى لحد ما ما الف الكرنب. لفينا الكرنب كمان وعلقنا عليه اهو. بصي الميه بتبقى بسوى الكرنب، ما بتبقاش عاليه لانها لما هتغلي هتعلى. تمام. هنحمر بقى البانيه على ما الكرنب يستوي، هنكون حمرنا البانيه. طبعا ده بقسماط على كريسبي، طحنته في الكبه بقى ناعم، حطيته على البقسماط وتبلت بيه البانيه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. حاجه كده تحفه، طعم وريحه وجمال. بصوا الجمال ده، بالله عليكم ما يستاهلش لايك ده؟ اشتراك وكومنت حلو ولايك. بحبكم في الله، يلا سلام.